الذي سيلعب مقابلة اليوم بالقمصان باللون الأسود والأخضر. الحكم يعطي الانطلاقة، ينطلق الشوط الأول وتنطلق معه فرص ومحاولات كلا ناديين. كل فريق سيسعى لظهور بأفضل المستويات في مقابلة اليوم. أنس زنيتي، الكرة تصل لإسماعيل، إسماعيل مقدم يعيد الكرة لأنس، دائما على مستوى خط الدفاع. الرجاء الرياضي الذي سيسعى لخلق الفرصة الأولى. أنس الضاوي الذي انتقل لنادي يوسفية برشيد قادما من المغرب الرياضي الفاسي في الموسم الماضي، كان قد لعب بقميص المغرب الرياضي الفاسي هناك بمدينة فاس. هنا فرصة، المحاولة الأولى، ضربة رأسية والهدف الأول. جول في الدقيقة 3 من عمر اللقاء. ينجح نادي يوسفية برشيد في الوصول للمرمى وفي هز شباك الحارس أنس زنيتي. عقدت معهم إدارة نادي الرجاء الرياضي في الانتقالات الصيفية الموسم الأول بالنسبة ليوسف بالعمري. كرة في وسط الملعب، روجي التوغولي، كرة طويلة من التوغولي في الجهة اليمنى دائما لنادي الرجاء الرياضي الذي يجد الكثير من الصعوبات في الوصول. ينجح في الوصول، نعم، وجد الكثير من الصعوبات، لكن في الدقيقة 37 ينجح نوفل الزرهوني في إيجاد الحل ويسجل هدف التعادل لنادي الرجاء الرياضي. الكرة تفتك، أشرف مرزاق، روجي أولو، يوسف بالعمري، العرضية من بالعمري في منطقة الجزاء، التسديد، الهدف الثاني لنادي الرجاء الرياضي. زكريا الوردي مع بداية الشوط ينجح في الوصول لمرمى الحارس أشرف الهلالي. تنفذ الركنية، حارس المرمى في منطقة الجزاء، الهدف في منطقة الجزاء، جول، الهدف الثالث لنادي الرجاء الرياضي. ينجح زكريا الوردي في الوصول للمرة الثالثة لمرمى الحارس أشرف الهلالي. الهدف الثالث